لو في يوم ابنك سألك هو ينفع العلاقة ما بين الولد والولد، هتردي عليه تقولي ايه؟ انا منى ده اخصائية تربية خاصة وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. دي مشكله جات لي، بتقول لي الام ان الولد بيلعب لعبه الكترونيه مع ناس اجانب، وفي حد ساله هو ايه رايك في العلاقه ما بين الولد والولد. جه ابني سالني عشان انا فاتحه الحوار معاه وفاتحه المناقشه، فانا قلت له وحكيت له قصه سيدنا لوط، والولد اقتنع وقال لي تمام حلو يا ماما وخلاص. بس في المدرسه لما الموضوع اتفتح تاني وصاحبه قال له عادي ايه اللي هيحصل، فالولد سكت وقال له تمام ماشي ورجع تاني عشان ياكد على المعلومه اللي جواه. هنا ماما وقفت وسالت، ما انا قايله له المعلومه هو ليه مش واثق؟ هنا قلت لكم قاعده اساسيه، لما تيجوا تدوا المعلومه لابنكم ما تدوهاش من طبق من ذهب اتفضل المعلومه اهي، لا لازم هو يفكر فيها ويستنتجها. في فيديو احنا جينا ازاي اتكلمنا فيه عن دور الاسره، وقلت لكم ساعتها ان لازم مفهوم الاسره يكون موجود، فاكرين ولا لو مش فاكرين روحوا ارجعوا للفيديو تاني عشان تربطوا معايا الاحداث. احنا اتكلمنا في فيديو انا جيت ازاي ان بيبقى فيه بونبونيه مع ماما وفي بونبونيه مع بابا، وقلنا ان كل بونبونيه مختلفه عن التانية. هنا ماما حكت قصه سيدنا لوط، تعالوا بقى نحكي قصه البونبونيه، عشان حكيت لك قصه احنا جينا ازاي وقلنا ان في بونبونيه بابا بيديها لماما لو ماما وبابا موافقين ان يبقى في بيبي، صح ولا مش صح؟ صح يا ماما. هقول له تخيل معايا ان كل البنات اللي هم ماما عاشوا في كوكب لوحدهم بالبونبونيه بتاعتهم، وكل الولاد عاشوا في كوكب لوحدهم اللي هم هيكونوا بابا بالبونبونيه بتاعتهم. احنا قلنا ايه؟ ان تكوين الاسره لازم يكون فيه ماما وبابا وكل واحد بيكون معاه بونبونيه مختلفه، صح ولا مش صح؟ صح. طيب دلوقتي احنا في كوكب البنات هيتجوزوا بعض معاهم بونبونيه شبه بعض، هيجيبوا بيبي؟ مش عارف يا ماما. طيب عشان انت اخدت في العلوم ان المغناطيس لما يكونوا الاتنين شبه بعض بينفروا بيبعدوا عن بعض، صح ولا مش صح؟ صح. ولو المغناطيس جنبه سالب وجنبه موجب بينجذبوا لبعض، صح. يبقى برضو عشان احنا كده قلنا تكوين الاسره لازم يكون فيه بابا ولازم يكون فيه ماما، لازم تكون البونبونيه هنا مختلفه عندي. تخيل بقى كده معايا، يبقى هنا في كوكب البنات كل البونبوني شبه بعض، هيجتمعوا مع بعض ويبقى فيه بيبي؟ لا، ما هو زي المغناطيس يا ماما، برافو عليك. زي ما هو ما ينفعش في كوكب البنات اكيد ما ينفعش في كوكب الولاد، صح ولا مش صح؟ صح. هسأله سؤال كمان، تخيل معايا لو البنات عاشوا مع بعض والولاد عاشوا مع بعض ومفيش بيبي جديد هيظهر، هيعملوا ايه؟ مش هيكونوا موجودين. زي ما الديناصورات انقرضت، فاكر لما خدنا في العلوم ان الديناصورات انقرضت عشان بقاش فيه بيبي جديد، فهنا كوكب البنات مش هيبقى فيه حد، مش هيبقى فيه بيبي جديد، وكذلك برضو الولاد مش هيكون فيه بيبي جديد. يبقى هنا مفيش ايه؟ مش هيكون فيه اشخاص تانية جداد، هيكبروا يكبروا يكبروا ويموتوا، وهنا كمان هيكبروا يكبروا يكبروا ويموتوا. هيبقى فيه بشريه؟ هيبقى فيه اطفال زيك؟ لا. هيبقى فيه حد يتعلم؟ هيبقى فيه حد يروح المدرسه؟ لا مفيش. عشان كده ربنا قال لازم ايه؟ يبقى فيه بابا وماما عشان يكونوا الاسره، يكون فيه بونبونايه هنا غير البونبونايه هنا عشان يكون فيه بيبي. فهمت الفكره جايه ازاي؟ يعني كده يا ماما يبقى لازم يبقى فيه بونبونايه مختلفه، ما ينفعش الاثنين يكونوا شبه بعض. ايوه برافو عليك، حلينا الموضوع بشكل صحيح يناسب سنه وهو استنتج مع قصه اهل سيدنا لوط، وكده خلاص قفلتي على الموضوع.